السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال. اللهم اصلح حالنا واسترنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وافرا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم نجني نجني من الاشكال اللي احنا بنشوفها. الله وكيل، احنا عايشين مع بهاي. الله وكيل، احنا عايشين مع بهاي. النهارده جاي لكم فيديو جديد وحلقة جديدة من الرأي والرأي الآخر. الرأي والرأي الآخر. طبعا عايزة أقول لكم على حاجة حاجة هتضحكوا عليها في الفيديو ده أوي، اللي هو يعني قد إيه يا أم فالح الدور هيجي عليكي والله. قد إيه يا أم فالح الدور هيجي عليكي والله. قد إيه الدور هيجي عليكي والله. طيبة قلبي دي اللي مشندلة حالي. طيبة قلبي دي اللي مشندلة حالي. يلا يا حبايب قلبي، تعالوا نشوف الفيديو وتقولوا رأيكم فيه. صلوا على النبي تحت في الكومنتات وتقولوا رأيكم في الرأي والرأي الآخر، مش من عندي. يلا بينا. يديكي تكوني دايما انت اللي ايد ممدوده بالخير، وما تستنيش حاجه من حد وما يحوكيش لحد. يا رب يا امل لما تتحوجي لحد في يوم من الايام، يا رب يهدي سرك وما يغير عليكي. بصي يا رب كل حاجه حلوه تكون عندك. يا رب يا اختي ما يحوجك لحد ابدا ابدا ابدا. اللهم امين يا رب العالمين. بحق الايام المفترجه يا امل، يا بنت حواء وادم، يا ام عدي، ما تتحوجي ابدا ابدا ابدا. اهلا اهلا يا ام شروق، ام محمد الله يسعدك يا رب العالمين، يا رب انا وانت والجميع. ام محمد معلش بروح احط السحور وبرجع. ماشي يا قلبي. طبعا انتوا شفتوا كمية الدعاء وحبيبتي وروح قلبي وعقلي وحياتي وروحي وكل ده عشان في فلوس. لكن جربي كده يا ام فالح، ما تجربي كده يا ام فالح، جربي بدل ما تندمي. جربي كده يا ام فالح، اصل الدور هيجي عليكي هيجي عليكي. الدور هيجي عليكي هيجي عليكي. جايلك. اقفلي بس الحنفية كده شوية. اقفلي بس الحنفية. وزيك زي غيرك اللي جاب تلاجة وادى $100 وادى خروف وادى كاني وادى ماني، زي اللي جاب شقة، زي اللي جاب قصر، زي اللي جاب ذهب. كله في الاخر هيبقى سواسية. طالما في بديل هركب على السفينة. طالما في بديل بركب على الأقل. مفيش بديل بقى، بستنى اما اصطادي البديل وبعد كده اركب على الايه القديم. ويا ام فالح اللي ملوش خير في الناس دي كلها، انت شايفه من وجهة نظرك ان انت صح، شايفه من وجهة نظرك ان انت برضو ماشيه صح. كل الناس دي غلط. كل الناس دي غلط واجمعت انها غلط وانت بس اللي صح. شايفه الشخصيه دي صح؟ ما اعتقدش. شغلي دماغك شويه واخرجي من الدايره اللي انت فيها دي. اخرجي وصحصحي لنفسك، صحصحي للي باقي لك، صحصحي الباقي اللي في ايديكي. هي بتقول ان انت قربتي تشطبي فلوس، او بمعنى اصح شطبتي فلوس، فما بقاش فيه زي الاول. هي اللي قالت بعظمة لسانها، وهبقى انزل لك برضو بالحقيقة عشان ما تقوليش ام هنا قالت. يا ام فالح، يا ام فالح، اللي ملوش خير في الناس بالطريقة دي هيبقى له خير فيك انت؟ ليه؟ ليه دي؟ حطي تحتها علامة استفهام، وكام علامة استفهام، مش علامة واحدة، مش علامة واحدة. كفاية كده بقى ظلم وافتراء. كفاية كده بتغرق في الأرض. كفاية كده وساخة من اللي مش موجودة. انت مقوية قلبهم بالفلوس. لو الفلوس مشيت أو الداعم ما بقاش موجود، البني آدم هيهدى بقى كده ويهبط كده، يرسى كده، يهبط كده ويرسى كده. طيبة قلب دي اللي مش عند لحالي، اللي مش عند لحالي. طيبة قلب دي اللي مش عند لحالي. تعالوا بينا نشوف بقية الضحك على الدقون. بنضحك على الدقون ونسرح بيها عبال ما ناخد اللي احنا عايزينه، وبعد كده
امك في العش ولا طارت؟ انا جل شأنه. يعني الواحد بيبقى يا جماعه نفسه يعمل ويفكر ويدبر ويخطط، بتيجي كده، بتيجي لوحدها. تبصوا تلاقي التليفون جه يا جماعه، ازاي ومنين ما نعرفش. يعني انا بس قلت قدامها في البث ان انا بعمل ورق بنتي بتاع الدبلوم وكده. الحمد لله على السلامه يا قلبي، الحمد لله على السلامه. والله العظيم ما قصرت، قالت لي انا هكلمك وكلمتني، وكان المحظور وقع. فرحتني فرحتني، ده انا دفعت المصاريف والمصاريف لحد مصاريف الجامعه. طيبش منك يا امل يا قلبي، يا احلى اختي في الدنيا واغلى اختي في الدنيا واطيب اختي في الدنيا واحن اختي في الدنيا، والله العظيم بجد. انا لسه بقول لو انا ليا اخت، انا كده كده الحمد لله ما عنديش اخوات بنات، امل بقى بقت اختي. والله العظيم لو ليا اخت بنت امي وابويا مش هتعمل معايا ده، والله ما هتبعت لي المبلغ ده ولا تقف معايا الوقفه الحلوه دي. حبيبتي تحرمش منك يا قلبي، حبيبتي حبيبتي. أمولة بنتي الجميلة، يسعد قلبك يا رب يا رب يا رب يا رب. مش محتاجة تشكريني، ده انت لو شكرتك العمر كله مش هوفي جميلك. لا عشرات، اوعى خمسات ورحمة ابوك يخطب على قفاكم. يعني الناس الطيبين اللي هنقطع المياه خمسات، لا عشرات، اوعى خمسات ورحمة ابوك يخطب على قفاكم. يعني الناس الطيبين اللي هنقطع بالمياه خمسات، لا عشرات، اوعى خمسات ورحمة ابوك يخطب على قفاكم. فرحتها، ولما عرفت انها بتقدم لبنتها في الدبلوم وقفت معاها وبعتت لها فلوس عشان تدفع كل الفلوس، وفرحتها ودفعت مصاريف المدرسة وجابت أكل في بيتها. بجد نو كومنت، نو كومنت بجد. باينة قوي زي الشمس، اللي بيجيب لها قصر زي اللي بيجيب لها مش عارف ايه. الا لما بقت على الشيخة ام ناصر، الشيخة ام ناصر ملكة اليوتيوب اللي جابت لها جهاز ب 300,000. ما تزعليش يا امل، ما تزعليش يا امل، ما تزعليش. الناقص بناقص منه، الناقص لا تعاتبه ولا تلومه، بناقص منه. واكتر حاجة عجبتني فيكي يا امولة ان انت سبتي القناة وبعدتي بدون اي كلام. لكن انت يا عم ابو خليل ما زلت لسه بتدافع، ولسه رايح تتكلم هنا وتتكلم هنا وتتكلم هنا، لسه مش عايز تفقد الامل. انا مش فاهمه ليه، مش فاهمه ليه برضو. انت خلاص، هي بتقولك انت عطتني $100 وجبت لي خروف، خلاص خلصنا بقى. جبت لي حاجات في رمضان السنه اللي فاتت، لكن السنه دي انت ما اديتنيش. طب ما انت عندك ام فالح، ام فالح ما جابتلكيش حاجات رمضان ولا ايه؟ لسه كنت عايزاها من ابو خليل ولا ايه تاني؟ مش فاهمالك برضو يعني. عايزه اللي يبقى معاكي يفضل يدي، حتى لو انت معاكي داعم كبير او صغير، عايزه كله يدي. كله ما اداشي نركب على السفينه نطرد بره. اللي ملوش لازمه وما بيديش كله بالفلوس، كله بالفلوس. مفيش فلوس ما تجيش. وده اكتر حاجه عجبتني فيكي يا اموله، ان انت بعدتي واعتزلتي. كرهتك في حاجه اسمها انك تشوفي الاشكال دي، ودي احلى حاجه فيكي، ان انت بعدتي بهدوء. وما تزعليش، ما تزعليش، انت عملتي في الخير، انت عملتي في الخير. وثوابك عند الله، جزائك عند الله. زي ما الشيخة ام ناصر احتسبت الجهاز اللي هي جابته لبنتها والخير اللي هي عملته لها عند الله، فاحتسبي يا امل عند الله. وانت برضو يا عم ابو خليل احتسب عند الله. اللي بيحتسب عند الله احسن من اي شيء في الدنيا. الشيخة ام ناصر جابت لها حاجات كتير قوي لا تعد ولا تحصى. فالخاين بيخون، اللي جايب له تلاجة زي اللي جايب له خروف، زي اللي اداله $100، زي اللي اداله مش عارف ايه، زي اللي اداله كاني، زي اللي اداله ماني. اللي بيبيع لباسه. بس يا خوف يا بدران، لا تفكر ان البسها في يوم من الايام بيجيب فلوس. بس مش هيجيب فلوس في الوقت ده. اللباس مش هيجيب فلوس. يعني مش عارفه، لو بعتي لباسك، طيب لو بعتيه هتمشي من غيره كده عادي في الطراوه؟ تبقي في الطراوه كده عادي؟ ايه الناس دي؟ احنا عايشين فين؟
الله وكيل احنا عايشين مع بهاي. تعالوا نشوف بيت النفاق وطريقة كلامها على أمل الدكتورة أمل، احترام الدنيا وأخلاق الدنيا وأدب الدنيا. طريقة كلامها بعد ما كانت الكلام العسل المعسول، طريقة كلام التناقض الرأي والرأي الآخر من قلب بثاتها ومن قلب قناتها. انت بعد كل البثات اللي انا بعد كل الفيديوهات اللي انا بعملها لك دي، انت لسه برضه سايره في كدبك برضه وفي خداعك لام فالح؟ لسه بتخدعي ام فالح وبتخدعي اللي حواليكي؟ يخرب بيت كلامك المعسول. يابا يخرب بيته. اوعي تنسي لباسك، اوعي تقلعيه، مش هيجيب فلوس. مش هيجيب حاجه. تعالوا بينا نشوف، تعالوا بينا نشوف طريقة النهاية بتاعت أمل مع الشخصية أم 44. تعالوا بينا نشوف. ابو الدعم ده كان يوم اسود ومنيل يوم ما دعمتيني، كان يوم اسود ومنيل يوم ما وقفتي معايا، كان يوم اسود ومنيل يوم ما هديتيني هديه لبنتي، كان يوم اسود ومنيل. واقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، العيال مالهاش دعوه، مش هادي على ابنك، بس اللي انت عملتيه معايا يقعد لك في صحتك وعافيتك يا بعيده. على الدكتوره امل، قصدي على الدكتوره امل المحترمه بتاعت السعوديه، من غير مخرج، لان انا بلوم على الناس اللي بتطلع تغلط في التعميم. انا بزعل جدا وبطلع ابص ببقى متضايقه ان ازاي تبقى خير الست دي بنتك وتطلعي تغلطي فيها وتحطي من كده وتشتميها. انا من ساعه ما عملت الغلطه معايا الدكتوره امل وانا عماله اقول خيرها عليا، دي جملتني، دي فرحت عيالي، دي دعمتني بدل المره 2 و3. لكن كده الموضوع عمال يجوخ معايا قوي. الدكتوره امل المعديه، مش عايزه اعرفك تاني، والله ما عايزه اعرفك تاني. اخص على اليوم في الايام ضحكنا مع بعض، ولا قلنا سر لبعض، ولا هزرنا مع بعض، ولا طلعتك من الكآبه اللي انت كنت بتقولي فيها وتقولي انت الوحيده يا ام محمد اللي بتضحكيني على يد عم خليل، على يد عم ابو خليل. احنا عاملين وكنت هي وعم ابو خليل مع بعض على الواتس، على يد الوحيده اللي بتضحكني ام محمد. بصراحه انت الوحيده اللي ضحكتي اليوتيوب كله عليا، مش الوحيده اللي ضحكتي، انت الوحيده اللي ضحكتي اليوتيوب عليا. وانت اللي عامله لي بلوك، عملت لي بلوك من غير ما اعمل لها حاجه، وكنا كده مع بعض وما ظهرتش الا لما انا واخويا اتشكلنا مع بعض على البث، على البث. انت الوحيده اللي ضحكتي اليوتيوب عليا، وانت اللي عامله لي بلوك، عملت لي بلوك من غير ما اعمل لها حاجه، وكنا كده مع بعض وما ظهرتش الا لما انا واخويا اتشكلنا مع بعض على البث، على البث. تمام. راحت هي تاني يوم نازله البث بتاعها، عملت لي انا بلوك، راحت حاضره عند اخويا واحنا متخانقين مع بعض. يعني انت كنت ما تابعتش وقطعتش، فمن الطبيعي ان انت يعني حتى تستني ما انا واخويا نتراضى، مش يوم ما نتخانق فتنزلي عند اخويا، فانت كده بتزودي الفتنه بيني وبين اخويا. انا فهمتها كده. ابو الدعم ينعل ابو الثلاجه ينعل ابو اي حاجه عملتيها معايا يا شيخ، ضيعتي خيري. طبعا انا متاسفه لك يا دكتوره امل ان انا طلعت كلام زي دوت، بس معلش، متاسفه لك، متاسفه 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 يا جماعه لكل اللي انا بطلع لهم كلام من بق ام 44. بس يا جماعه احنا لازم نظهر الحقيقه للناس، لازم نعرف الناس حقيقه ام 44 دي ايه، ام 44 دي حقيقتها ايه. لسه برضو بتصرف كدبها على فكره، مش بس وقفت لحد هنا. متأسفة لك يا دكتورة أمل
ان انا طلعت كلام زي ده او ان انا اتكلمت في كلام زي ده، بس معلش كان لازم ان انا اعمل حاجة زي كده. كان لازم اعرف الناس الكذب. اصل مش هنفضل نخادع ونعمل نفسنا ان احنا مش شايفين عشان الفلوس. مش كل الناس ممكن تبيع اللي حيلتها عشان الفلوس. مش كل الناس ممكن تبيع شرف بنت اخوها ولا عيالها عشان الفلوس. مش كل الناس ممكن تبيع صديقتها واختها وصاحبتها واهلها وناس عشان الفلوس. مش كل الناس بتبيع اهلها عشان الفلوس، لا. مش كل الناس الشخصية دي نادرة جدا، 1 في المليون لما تلاقي شخصية بياعة بالطريقة القذرة دي. بياعة عشان الجنيه وتسعر قوي كده، كل ما الجنيه بيجري في ايديها اكتر كل ما بتسعر اكتر، كل ما بتبتغي في الارض وساخة وقلة ادب وكل حاجة فظيعة، بجد فظيعة فوق الفظيع. حقيقتك مع ام هنا، مش هسيبك مش هسيبك مش هسيبك عشان انت جيتي عليا كتير وقطعتي رزق بناتي في يوم من الايام، من فلانة ومن علانة ومن تتانة بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء. كتير قوي قطعت رزق بناتي من عندهم، بس رزق بناتي على الله، ربنا ما بيسيبش. شيخة أم ناصر مش هتسيبني ولا هتسيب بناتي. الرزق على رب العباد مش على حد. الرزق على رب العباد مش على حد. ربنا يخلي لنا الشيخة أم ناصر اللي بتراضينا وتجيب لنا هدايا وتفرحنا. ماشي، انت ليكي حلقة في الكلام ده، انت ليكي حلقة في الكلام ده بالإثباتات، مش من عندي برضو. اصبري عليا، إن الله مع الصابرين. انتظروني الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.